يا صباح الورد والياسمين على احلى متابعين. ازيكم يا مرات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم الصحة واحسن حال. النهارده اليوم بتاعنا مختلف جدا جدا، رايحين كده عندنا احتفال، وحبيت كده اشارككم اليوم بتاعنا، وهينزل لكم كمان مش في فيديو واحد، لا، ده الاحتفال هيكون في يوم تاني، في فيديو تاني يعني مختلف خالص. بس قبل ما نبدأ بقى يومنا، نصلي ونسلم ونبارك على رسولنا الكريم، ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده ان انا قاعدة كده على محطة محلة ابو علي، وكنت في انتظار القطر لما يجي، وخلاص والقطر كده وصل، وكانت معايا بنتي الكبيرة، وبدأنا خلاص كده طالعين نركب القطر زي ما انتوا شايفين. وشوية بقى كده ووصلنا طلخة. طب احنا رايحين فين وهنعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي، بس اصبروا عليا. طبعا واخدين الحاجات بتاعة الاحتفالات بتاعتنا، هنحتفل ب100,000. هتقولولي اه؟ طبعا 100,000 على ايه؟ القناة دي لسه ما جابتش. هو الاحتفال ده بصراحة ما كانش للقناة بتاع اليوتيوب، بس لصفحتي على الفيس. صفحتي على الفيس اسمها ام لوكا. فطبعا راح احتفل كده انا وصاحبتي برضو كانت تمت على التيك توك 100,000، وعايزة تعمل برضو الاحتفال بتاعها، هنعمل كده سيشن. فقلنا خلاص نصور كده مع بعض. نزلنا طبعا من طلخة كده من محطة القطر، ركبنا كده توك توك. وزي ما انتم شايفين بقى بنتي عمالة بتاكل في استفندي، واخدة معاها كده في الطريق، وفجأة لقينا الدنيا بتشتي. قلنا يا نهار ابيض. طبعا كلكم عارفين ان السيشن بيبقى عايز بقى الشمس كده طالعه، تبقى الاضاءه كده حلوه، وخاصه احلى تصوير بيكون الساعه 2 كده، يعني في التوقيت ده. وجت فجأة على الساعة 1 ولقيناها عمالة بتشتي. كنا راكبين بقى وقتها كده في التوك توك، وبقينا ندعي وبقينا نقول يا رب الشمس تطلع. تخيلوا. زي ما انتوا شايفين بقى كنا كده في طريقنا، ورايحين كده لصاحبتي. بصراحة هي أكتر من أختي وحبيبتي، وبقالنا كده كام سنة متعرفين على بعض. قبل أي حاجة كمان احنا نقرب لبعض وقرايب. هي كمان أكتر من أختي وكويسة معايا جدا جدا. وصلنا كده، ده بيت ده كده المدخل بتاع العمارة من تحت، وخلاص كده بنطلب الأسانسير زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده الخمار غرقان مية، يعني الشتاء بقى كان فجأة كده. بقينا نقول يا نهار أبيض، ما اشتتش خالص من أول الشتاء غير بسيط جدا، وجاي تشتي النهاردة؟ هو إيه اللي حصل؟ إيه النحس ده؟ بنقول ربنا يستر بقى. فكنا واقفين نصور في المراية كده أنا وفوفو، على ما الأسانسير ينزل مستنيين. خلاص كده، خلاص نزل ودخلنا. طبعا رنينا على صاحبتي في التليفون، ففتحت لنا الباب وسابته. تخيلوا، ودخلت على المطبخ وسابته مفتوح. هنا بقى كنا في الاسانسير، وعماله بقول لها انا سقعانه، أنا ازاي ما جبتش الشال معايا؟ ما كنتش متوقعه ان الجو هيشتي كده. زي ما انتم شايفين الدنيا ضلمه، داخلين كده الكل نايم، جوزها وعيالها وكلهم نايمين، وهي في المطبخ بقى. فتحت لنا الباب وسابته. دخلت بقى قلت اما ابص كده، ما لقيتش اي حد خالص في الصاله. دخلت لها في المطبخ على الروايح. زي ما انتم شايفين مفيش اي حد خالص في الصاله خالص اهو. هدخل لها بقى كده في المطبخ واشوفها بتعمل ايه. لقيتها بتحمر ستريبس، وكمان بتعمل برجر، برضو بتشوي برجر كده على الجريلا. وكنا هناخد معانا الاكل ده لان احنا رايحين مثلا هنقضي يوم كده بره، فهناخد معانا بقى سندوتشات. قالت لي بدل ما نشتري اكل من بره وكده، لا انا هحضر سندوتشات ناخدها معانا. وهي واقفه بقى، ميرفت جايه تاخد منها ستريبس، قالت لها لا بقول لك احنا هنتغدى بيه. قالت لها اسكتي، احنا قعدنا ندعي طول الطريق ونقول يا رب نلاقي محشي عندك يا زهراء. قالت طب والله انا عندي محشي. قام جايه مطلعه لنا من التلاجة محشي، وحطاه كده في الطبق وسخنته في الميكرويف زي ما انتم شايفين كده. ووقفنا بقى ناكله كده انا وفوفو، واحنا واقفين وهي بتحمر الاكل وبتعمل السندوتشات. كلت بقى محشي، قلت لها انا عايزه اشرب قهوه. قالت لي طب يلا قوفي بعمل قهوه على بال ما احضر السندوتشات. وقفت كده عملت قهوه في المكنه دي. المكنه دي حلوه جدا بصراحه، بتطلع القهوه بوش. وكمان لو انت عامله بقى فيها فنجانين، مش فنجانين، لا كوبايتين، او مثلا ممكن تقضي حوالي 4 فناجين من الصغيره. زي ما انتم شايفين الكوبايه بتاعتها كبيره يعني ما شاء الله.
فعملت ليا بقى قهوة احطها كده في المكنة. يعني انا بشربها كده احيانا من غير سكر خالص، واحيانا بسكر كده ايه على الريحة كده زي ما بيقولوا. بدأت ان انا اقلبها بقى. في الوقت ده كانت هي لسه بتحمر، فقلت بقى اعمل القهوة. انا الاول قلت لها طب قولي لي بس اعمل ايه معاكي، قالت لي بس اما احمر هسيبك انتي بقى ايه تعبي الحاجة وادخل انا احضر اللبس بتاعي. فقلت لها طيب. استنيت بقى الكنكة، بقول الكنكة القهوة خلاص هتخلص اهي. واروح بقى ان انا اقطع لها يعني افتح لها كده العيش، على ما هي تخلص بقى ايه تحمير والكلام ده يعني. شايفين القهوة؟ لو عاملاها في كوباية يعني. انا كنت عملت ليا لوحدي، قلت لها اعملك معايا، قالت لي لا، هي بتشربها مسكرة مش بتشربها زي. فعشان كده عملت ايه ليا لوحدي. هبدأ بقى ان انا كده اجيب المقص وابدأ افتح كده العيش زي ما انتم شايفين، على ما هي بقى تخلص كده تحمير. سخنت برضو العيش برضو هنا في الميكرويف، حلو جدا بصراحة. انا ما عنديش واحد زيه، بس بصراحة فعلا بينجز. يعني هي جايبة العيش قبلها كده من بالليل وحطها في التلاجة، فبتحطيه بقى فيه وبيطلع كأنك لسه جايباه من الفرن حالا، وطري وحلو مش ناشف ولا اي حاجة. طبعا شايفيني بقى عمالة برغي وبتكلم، ده الطبيعي يعني. لما اي اتنين اصحاب كده بيقفوا مع بعض اكيد يعني مبيبطلوش كلام، ده الطبيعي. عمالين بنقول بقى هنعمل ايه ونتصور ازاي وكده يعني. وعمالة اقول لها ده الدنيا بتشتي بره، هنروح نتصور ازاي ولا هنعمل ايه؟ ده انا طالعه غرقانه. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ بتقولي مش عارفه. طب بس نصبر كده نص ساعه. وبدأنا بقى اللي كانت تعمل لنا سيشن، جه تأخير من عندها هي اللي اتصلت علينا وقالت انا مش عارفه اقابلكم واحده، انا هقابلكم على 2، على الساعه 2، يعني اخرتنا ساعه. حصل لها ظرف كده. فقلنا طب كويس، يا رب يكون بقى الشمس ايه تكون طلعت. وفعلا والله فعلا الشمس فعلا طلعت، والجو بقى جميل جدا سبحان الله. ممكن تكون كانت مغيمة، ويعني لما شتت الدنيا اتغيرت. يعني بدل ما كانت بقى السماء مش صافية ومغيمة، لا بقت منورة والشمس طلعت كده وبقت حلوة. وفعلا قضينا يوم جميل كده مع بعض. هنا بقى صاحبتي قلت لها طب شوفي انت لو هتلبسي ولا اي حاجة، قالت لي لا نقف نعبي كده السندوتشات، وانت بقى وانت بتحطها كده في العلب بتاعتها. هبقى ادخل انا بقى اخد شاور كده على السريع واطلع حاجتي. قلت لها خلاص ماشي. وقفت هي زي ما انتم شايفين كده، بدأت تعبي السندوتشات. مقطعه كده طرنشات طماطم، وحاطه البرجر، ومقطعه طرنشات كده من الخيار. وكمان حطت عليه صوص البرجر ده حلو جدا، طعمه حلو. قلت لها احسن حل بقى ان احنا نثبت السندوتشات دي بالخلل، اللي هي بتبقى جايه ايه بتاعت السنان، لو انتوا عارفينها، اللي هي صغيره كده ورفيعة، يعني عاملة زي الايه الشيش طاووق، العصيان بتاعة الشيش طاووق، الحتت اللي هي قدام دي. اكيد كلكم عارفينها يعني. دي بصراحة بتثبت كده السندوتشات بتاعة البرجر وبتخليها ما تفكش خالص. هما مش بيحبوا الفلفل تقريبا، عشان كده ما قطعتش فلفل. انا ما سالتهاش، مش عارفه، ما جاش في بالي ان انا اسالها انت ما حطيتيش فلفل ليه. بس هو كده حلو قوي. انا عامه عندي بنتي مش بتحب الفلفل، برضو الفلفل في اي حاجه بتشيله ملهاش فيه. بس البرجر عامة بيبقى حلو يعني مع طرنشات الطماطم والخيار طبعا. قعدت اقول لها طب هاتي بقى انا اعبيهم انا وشوفي انت هتعملي ايه. تقول لي لا بس خليكي انت جايه عندي ضيف يا بنتي، احنا اصحاب مفيش فرق ما بين. وكده خلاص بدأت ان انا بقى اثبت السندوتشات بخلال السنان زي ما انتم شايفين كده. تعرفي كده تمسكي السندوتش وتتحكمي فيه ايا كان، حتى لو طفل مثلا ماسك السندوتش مش هيوقع على نفسه، مش هيفك منه.
بتكون الخلل دي مثبتة السندوتشات كويس. وكده خلصنا. هي تدخل بقى تحضر حاجتها وتصحي عيالها، وانا بقى هقف كده معاكم ارص السندوتشات. هجيب بقى ايه اللي عندها كده، علب بتحفظ كده الطعام، قلنا علشان الاكل يفضل سخن. فهجيب كده علبتين وهبدأ بقى ارص السندوتشات دي كلها كده في العلب بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده انا جبت ايه العلبة الكبيرة دي خالص. بدأت ان انا ارص السندوتشات، قلت هتكفي السندوتشات، لقيتها ما كفتش، لانها بتبقى طبقتين من جوه. يعني العلبة من بره شكلها كبير، لكن الحلة من جوه بتكون طبعا صغيرة، بتبقى عاملة مسافة من تحت كده فاضية. فلقيتها مش هتكفي، فجبت كمان علبة وحطيتها فيها. وكان برضو عندها أظرف كده من الكاتشب والمايونيز واكياس شيبسي وحاجه ساقعه، وخدنا الحاجات دي كلها معانا. تقولوش رايحين رحله؟ قعدت اضحك ولا واحنا رايحين رحله يا بنتي ولا رايحين فين؟ قعدت تقول لي مش مشكله، عشان الوقت اللي هنقضيه بره احنا مش هنعرف برضو احنا هنقضي قد ايه بره. وعايزه اقول لكم بقى انتظروا الفيديو بتاع بكره، حلو جدا، بتاع السيشن. هتشوفونا كده بقى في المكان اللي كنا بنصور فيه، وهتلاقوا مفاجآت حلوة جدا جدا. انتظروني في الفيديو القادم، واي فيديو انتوا حابينه يعني نوعية كده معينة اكتبوا لي كده من الفيديوهات. انتوا حابين ايه؟ انا معاكم دايما، انتوا اخواتي وعيلتي الجميلة. عايزين روتين، عايزين فيديو مثلا لتنظيف البشرة، اي حاجة انتوا حابينها اكتبوا لي كده في الكومنتات. ويا رب كده فيديوهاتي تعجبكم وتنور رضاكم بإذن الله. كده خلاص الفيديو بتاعنا كده اوشك كده على ان هو يخلص. هقفل بقى العلب زي ما انتوا شايفين. اوعى تكوني وصلت معايا لغاية دلوقتي ونسيتي تحطي لي اللايك والكومنت الحلو اللي بيحفزني ان انا استمر معاكم ان شاء الله، واقدم لكم كل ما هو جديد. بحبكم بجد من القلب. كانت القهوة بتاعتي خلاص بردت، بدأت ان انا بقى كده اشربها. وخلاص هشربها بقى وهدخل خلاص البس. كانت القهوة بردت زي ما انتم شايفين كده، وشربتها على طول، يعني ما خدتش معايا حاجة. اوعى تسيب الفيديو وتمشي، استني لما يخلص خالص. خلاص بقى كده دخلت البست، واشوفكم ان شاء الله في تكملة الفيديو ده. انتظروني ان شاء الله بكرة. بحبكم بجد من القلب يا احلى عيلة ليا، واشوفكم ان شاء الله على خير. باي باي، مع السلامة.